السلام عليكم. وردنا خبر بعد قليل. اعترى فريق الإنقاذ بالمغرب على جثة الطالب يبلغ من العمر 23 عام داخل بئر بعد اختفائه منذ حوالي 10 أيام في ظروف يجهلها الجميع. وبحسب ما أفادت الصحف المغربية فقد كانت الجثة التي تم انتشالها 12 أبريل من قعر بئر كائن دوار إرملود في منطقة نواحي سيد المخفي بإقليم تونات في مراحل متقدمة من التحلل. وكذلك تعود الجثة لأحد الطلبة حفظ القرآن الكريم بمسجد في المنطقة فقد إثره منذ حوالي 10 أيام. وقالت المصادر المحلية أن عملية تمت بعد إبلاغ عن انبعاث رائحة كريهة من داخل البئر البالغ عمقه نحو 50 مترا. وأضافت أن الطالب التحق قيد حياته في مسجد الإمام الجنيد الكائن دوار المذكور من أجل حفظ القرآن الكريم قادما إليه من نواحي مدينة صفرو، يعني نواحي مدينة فاس، وكان يتابع دراسته في السنة الثالثة بكلية الشريعة بفاس. ولمزيد من الأخبار أمر الاشتراك في القناة لتعم الفائدة.